يا ترى ايه مصير البنزين والاسعار والسلع والسوق عموما بعد ما الازمه العالميه وقفت اسبوعين؟ يا ترى هترجع زي ما كانت قبل الازمه ولا لا؟ الحقيقه انه مش هيكون في اختلاف كبير هيحصل في السوق، وده اللي اكده الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للامم المتحده لتمويل التنميه المستدامه، اللي كشف في حديثه مع الاعلامي مجدي الجلاد ان اي ازمه حتى لو وقفت دلوقتي تاثيراتها هتستمر من 8 ل 12 شهر. محي قال ان اسعار الطاقه والسلع مش هترجع لطبيعتها بسرعه، يعني اي ارتفاع في البترول بيساوي أسعار أعلى للسلع والخدمات وبطء في النمو الاقتصادي العالمي. محيي قال كمان إن مصر محتاجة تستعد لأي صدمات اقتصادية وتشتغل على تعزيز قطاع الطاقة واكتشاف بترول جديد وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وضمان مصادر استيراد متنوعة. والأهم من كده، العالم بيتجه لحاجة كبيرة من الدول البترولية للدول الكهربائية، يعني الدول اللي تحقق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وتصدرها، وده بيغير خريطة الاقتصاد العالمي بالكامل. حتى النظام النقدي ممكن يتغير في طريق جديد محتمل بيسمى الالكترو يوان، مع صعود دور الصين في انتاج الطاقه النظيفه زي الالواح الشمسيه والبطاريات. مدحت الشريف استشاري الاقتصاد السياسي قال ان انخفاض اسعار النفط عالميا ده مش معناه ان الاسعار هتنزل على طول في مصر، لان السوق العالمي متقلب وممكن الاسعار ترتفع تاني في اي وقت. الشريف قال ان الافضل يكون في متابعه اسرع للاسعار بدل انتظار 3 شهور عشان يتم التعامل مع التغيرات بشكل اسرع. ودلوقتي سعر بنزين 95 في مصر ب 24 جنيه للتر، وسعر بنزين 92 ب 22.25 جنيه للتر، وسعر بنزين 80 ب 20 جنيه فاصل 75 للتر. ودلوقتي قول لنا، تفتكر اننا فعلا مش هنشوف تأثير الفترة الجاية على الأسعار؟